وحشتني جدا 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 يا برنس يا غالي يا ابن الغاليين، وبقالنا كتير انا عارف ما بنعملش فيديوهات طويله، ولكن انا بوعدك يا برنس اللي احنا باذن الله يوميا هنكون بنعمل فيديو الساعه 11 مساء. تظبط ساعتك عشان هيكون في فيديو كل يوم الساعه 11 تعرف فيه كل اخبار الكوره المصريه. ويلا بينا بقى ايه نخش على الاخبار يا برنس، واخبار ناريه في الكوره المصريه يا برنس. وحلقه النهارده سبايسي، يعني سبايسي فاهم، شطه بقى والكلام ده جامد ده. ولكن في البدايه كده ما تنساش اللايك بتاعك تنزل كده تحسسني بوجودك معايا. ولو انت اول مره شفنا يا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وصلي على سيدنا محمد. ويلا بينا يا برنس نبدا باول موضوع معانا كده، موضوع ناري. فتوح يا جدعان، فتوح جاي الاهلي ولا مش جاي؟ ايه قصه بقى فتوح؟ بقول لك احنا راجعين بالشريك كله، يعني احنا راجعين بالجريك كله. بص بقى يا برنس، قصه فتوح مع النادي الاهلي. قال لك يا برنس، مين اللي قال لك ده؟ هاني حتحوت قال لك ان مارسيل كولر جدي كراريرو يعني وافق خلاص على ضم فتوح. واساسا النادي الاهلي بدا التفاوض مع فتوح قبل كده، يعني اتكلم فتوح فعليا لما طلع كابتن طارق السيد وقال لك يا برنس ان ناس فعليا من النادي الاهلي قعدت مع فتوح واتكلمت معاه على موضوع التفاصيل والكلام ده كله. ولكن القصه اللي مأجله قصه فتوح بارتباطه بالنادي الاهلي هي قصه ايه؟ ان فتوح لغايه دلوقتي مدي امل ان هو ياخد فلوسه المتاخره من نادي الزمالك، وان هو يتجدد عقده، وان هو عقده يتساوى بنفس عقد زيزو. هو عاوز دي طلبات فتوح. هل بقى مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك هيوافق على طلبات فتوح؟ ما تعرفش. ولكن كل الموضوع دلوقتي اللي موقف قصة فتوح بارتباطه بالأهلي وانتقاله في الأهلي، انتقاله للأهلي في يناير. خلي بالك لأن يا برنس فتوح من حقه في يناير الجاي يمضي لأي نادي ببلاش. يمضي بقى يا باشا، اخر حاجه في عقده، من حقه يا باشا اي نادي يجيله هيدفع له الراتب بتاعه. فالاهلي لو حصل التركه ديت هيشوف طلبات فتوح ايه ويقول له يا باشا اتفضل. هيقول له اتفضل. ما دي يعني دي بقى بلغه الصفقات دي صفقه ببلاش. يعني انت مش هتروح تدفع للنادي فلوس عشان تجيب اللعيب، انت منك للعيب. شوف يا باشا اللعيب هياخد كام وخد. فهي دي القصه اللي قال يعني عامله قلبان في داخل نادي الزمالك ان ممكن فتوح يمضي في اي وقت. وعارفين قبل كده ان كان في مشاكل داخل نادي الزمالك مع فتوح من الناس اللي كانت ماسكه والناس اللي كانت موجوده والكلام ده كله. القصه هنا هو القصه هنا بعد الانتخابات. بعد انتخابات النادي الزمالك هتعرف بقى كل حاجه، لان المجلس الحالي او اللجنه اللي ماسكه اللي بتدير نادي الزمالك حاليا هي دي لجنه ايه تيسير، يعني ايه بتيسر الاعمال، بتمشي الدنيا بس كده عقبال لما ايه الانتخابات ايه تحصل لها. هل بقى فتوح هيفيد النادي الاهلي؟ هيفيد طبعا. احنا لغايه دلوقتي عمال ندور على بديل علي معلول. تخيل انك فتوح ده الاهلي عينه عليه من زمان يا برنس. هو فتوح لو جيت بصيت كده مين اقوى باك شمال موجود في الدوري المصري؟ هو فتوح. يعني في المحليين، مش اللي هو مع علي معلول لعيب اجنبي، انا بتكلم في المحليين. مين اقوى باك شمال موجود في الدوري المصري محلي؟ هو فتوح. فهي القصه ان النادي الاهلي شغال على الموضوع ده، مستنيين. والاهلي ايه قاعد يا اسطى بيراقب من بعيد، يعني انت فاهم، بيراقب من بعيد مستني التركايه. وما تقوليش موضوع الانتماء ومش الانتماء، انا قلتها لك بدل المره 100. اركب موضوع الانتماء ده على جنب خلاص. احنا دلوقتي في عصر الميني توب. فتوح ليه في نادي الزمالك فلوس متاخره انت بتتكلم في 30-40 مليون، فمبالغ كبيره. وفتوح عاوز عقده يتساوى بعقد زيزو اللي هو بياخد اعلى عقد موجود في الدوري المصري بقيمه يعني 30 مليون جنيه. ماشي، دي القصه بتاعت فتوح يا برنس. يعني ننقل بقى على قصه يعني ترتبط او مرتبطه بقصه فتوح. هو البروفيسور عدلي القيعي يا برنس قال لك بيستغلوا، بص بقى، قال لك بيستغلوا اسم النادي الاهلي في الحمله الانتخابيه بتاعتهم. اسمع بقى وركز في الكلام يا برنس. قال لك بيستغلوا اسم النادي الاهلي في الحمله الانتخابيه بتاعتهم، واحنا هنرد قريب والعوده هتكون قويه.
ايه انت فهمت الليله؟ ما هو العوده هتكون قويه بمناسبه ايه؟ يعني هنضرب صواريخ؟ لا. وبالذات الراجل ده عضل القيع ده استاذ صفقات، ده استاذ صفقات، استاذ ورئيس قسم ايه اللي بيجيب صفقات يا باشا. ده كان زمان بيصفر اللعيبه، انت عارف الدنيا، انت عارف كان بياخدهم كده يحطهم عنده في الشقه لغايه ما يمضيه. فالقصه التصريح بتاع عدل القيعي اللي حصل النهارده فتربطه بقصه فتوح، تقعد تقول يعني الموضوع مرتبط بالاتنين بنسبه مثلا 40% يا عم، صح ولا لا؟ يعني الموضوع مرتبط بنسبه 40%. ماشي. حسين لبيب او الاستاذ بقى حسين لبيب اللي هو المفروض يعني هيبقى رئيس نادي الزمالك الجديد، قال لك نادي الزمالك مش محتاج يجيب اي لعيب من النادي الاهلي لان نادي الزمالك حاليا قوي جدا جدا جدا. نادي الزمالك قوي كله حاجه كويسه، ولكن مش سيبك بقى من الاهلي. لا يا استاذ حسين، يعني نادي الزمالك حرفيا محتاج صفقات، نادي الزمالك حرفيا محتاج صفقات، نادي الزمالك حرفيا محتاج فوق ال6 صفقات، 6 صفقات، سواء بقى مدافع او باك يمين او لعيبه في نص الملعب او مهاجم او لعيبه على الاطراف. فانت بتتكلم ان نادي الزمالك فعليا محتاج صفقات. انت بتقول مثلا كده عشان تدي الثقه للعيبه بتاعتك والكلام ده كله، بس خلينا نتفق ان نادي الزمالك محتاج صفقات، محتاج. ماشي يا برنس؟ ده برضو موضوع حسين لبيب. النادي الاهلي يا برنس بيطالب بالسعه الكامله لاستاد القاهره في بطوله الدوري افريقيا او الدوري الافريقي، انت فاهم اللي هو بتاع السوبر ليج، انت سميها زي ما تسميها عشان موضوع المسميات بتاعتها دي حاجه مستفزه يعني. ولكن الاهلي بيطالب، واللجنه او الشركه المسؤوله عن البطوله ديت الايطاليه بعتت يا برنس الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي بعت الاتحاد المصري ان المباريات بتاعت النادي الاهلي لازم تتلعب في استاد القاهره بالساعه الكامله. الساعه الكامله يعني ما تحددليش 30 40 الف، لا افتح الساعه الكامله، عاوزين هم يشوفوا الاستاد متقفل. وبنسبه كبيره هيتوافق يعني على الموضوع دوت، يعني الساعه الكامله امام سيمبا التنزاني في العوده باذن الله. وباذن الله احنا نكمل ابعد من كده والبطوله تكون بتاعتنا باذن الله يا برنس. الموضوع الاخير اللي معانا برضو يا برنس ان ميدو، كابتن احمد حسام ميدو، قال لك ان دونجا لاعب الزمالك افضل خط وسط موجود في الدوري المصري. هو افضل واحد، ركز في الكلام، افضل خط وسط موجود في الدوري المصري. طب ازاي يا جدع؟ طب اللي بيقدمه امام عاشور ده، تقول عليه ايه؟ يعني اللي بيعمله امام عاشور ده حاجه جامده جدا، يعني اللي بيقدمه امام عاشور ده حاجه جامده جدا جدا جدا. ازاي بقى انت تلغي كل اللي بيعمله امام عاشور وتقول لي دونجا؟ هو دونجا الماتش اللي لعبه جامد هو ماتش بيراميدز، غير كده سيبك بقى من الماتش بتاع ارتا سولار ده، لكن ده ماتش بيراميدز ده الماتش اللي لعبه دونجا جامد، غير كده بلح. ماشي يا برنس؟ دي حلقه النهارده كده، وباذن الله استنونا يوميا الساعه 11 مساء باذن الله يا برنس، هيكون في فيديو كل يوم في بقى اخبار الكره المصريه بقى والليله دي كلها يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك واشتراكك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش في القناه، وفعل زر الجرس. ولو انت وصلت لغايه الدقيقه دي بشكرك جدا، وانزل في التعليقات قول لي اللي انا وصلت. يلا سلام.